شلونكم شو اخباركم؟ هاي اليوم عندنا طلعة راح نتسحر ونطلع للصيد، وهذا الطعم حبيت يعني اشرح لكم عليه ونسويه قدامكم. هاي بيضة، يعني ما راح نخلط الماي، بس البيضة فقط، وهذا هم رطب العلف مال الدجاج وعجين، وهذا صبغ اصفر. وهسه راح نضيف طحين. راح نسوي كمية قليلة لان احنا ما راح نتأخر، هو ماكو صيد بس حبينا نجرب لكم هاي الطعم. ضفنا الطحين، النوب تضيف البيضة. النوب شو تسوي؟ تلابسهن عدل كلشن بحيث تنعجن عندك الطحين بالبيضة. لابسها كلش يعني تصير عندك عجينة بس بالبيض. هسه من تلابسها صارت بهاي الصورة. خلنا نضيف العلف مال الدجاج اللي هو البروتين بس شنو منقع. طبعا هاي العلفة يعني خاصة أكثر شي للسمك القارب أو السنتي. نبتدي تلابس من جديد. هسه راح نخليله صبغ. شي بسيط يعني بس يغير لون العجينة يسويها أصفر إنه خطة. اليوم راح نعجنهم بالإيد لمود يتلابسن بصورة صحيحة. عجناها وكملناها صارت بهاي الصورة. طبعا عندك البيض فأنت أول شي يعني الريحة ميته نظفناه، وثاني شي يخلي العجينة يعني تتمغط تصير شلون التيب وما تنقطع إلا يعني تنوكل. وخلنا نروح نفورها ونرجع لكم. وهسه حطينا الماي على النار وراح نخلي هاي هنا على مود شنو ما تتقلل. هسه راح تشوفون الصورة تطلع بيها شلون تصير حلوة. وهسه الماي فار، راح نخلي العجينة. وهاي خطة كلش حلوة يعني بعد لا تروح تعجن إذا هاي تطلع لك العجينة خضرا وناشفة. وهسه فارت راح نقلبها على الصفحة الثانية. هسه كملنا الصفحة الثانية راح نطفي وننزل. وهسه كملناها صارت بهاي الصورة راح نقصصها لو ننزلها من جديد. صارت شوف شلون صارت تخبل. بهاي الصورة راح ارجع اعجنها من جديد. راح ترجع تعجنها من جديد على مود تتلابس بشكل قوي. وبعد ما نوصيكم لايك واشتراك بالقناة ان شاء الله ما تخسرون. مثل ما تشوفون صارت بهاي الصورة. وبعد شلون يعني اقل شي العجينة تنوكل تطيح تتبثبث. ولهنا وصلنا لكم نهاية الفيديو، وباي باي ونشوفكم خير.